في ناس بتتعب نفسها عشان الكل يحبها وفي الآخر محدش بيقدرها، وفي ناس بتعمل أقل، بتقول لأ أكتر ومش بتلهث ورا رضا حد، وغريبة إن الناس بتحترمها وبتقدرها أكتر. الفرق مش صدفة، في حاجات لو بطلت تعملها مش بس الناس هتعرف قيمتك، أنت الأول هتعرف قيمتك لنفسك. النهاردة هقولك على 5 حاجات لو وقفتها من النهاردة هتتفاجئ إزاي التقدير هيجيلك من غير ما تشحت عليه. يلا بينا، بس خليني أوضح حاجة مهمة من الأول. إحنا مش هنتكلم عن ألعاب نفسية عشان نتحكم في الناس، لا، إحنا هنتكلم عن إنك تحترم نفسك. ده مش خدعة، ده نتيجة طبيعية. الحاجة الأولى وهي أصل المشكلة كلها، بطل تحاول ترضي الكل. في ناس عايشة حياتها كلها وهي بتحاول تعجب كل من حولها، بتقول أيوة وهي مش عايزة، وبتوافق على حاجات مش مقتنعة بيها. والنتيجة الغريبة إن اللي بيحاول يرضي الكل بيخسر احترام الكل، لأنك لما ما يبقاش ليك موقف الناس بتحس إن مفيش حد جواك تحترمه. علم النفس بيقول إن إرضاء الناس المفرط أصله خوف إن حد يزعل أو يسيبك، بس الحقيقة إن اللي بيحترمك فعلا مش هيسيبك عشان قلت رأيك بصدق. فابدأ ترضي نفسك الأول. مش معناه تبقى أناني، معناه إن رأيك ومشاعرك ليهم قيمة زي أي حد. الحاجة التانية وهي بتفرق جدا، بطل تعتذر على حاجات مش غلط فيها. في ناس بتقول آسف على كل حاجة، آسف إني اتأخرت ثانية، آسف إني سألت، آسف إني موجود أصلا. وكل مرة بتعتذر على حاجة مش ذنبك أنت بتبعت رسالة للناس من غير ما تقصد إنك أنت السبب في أي مشكلة. الاعتذار الزايد بيقلل قيمتك في عين اللي قدامك، لأنه بيوحي إنك مش واثق وإن قراراتك محتاجة تبرير دايما. اعتذر لما تكون فعلا غلطت، ده احترام، لكن بطل تعتذر على وجودك وعلى احتياجاتك وعلى إنك بتاخد مساحتك الطبيعية. استبدل كلمة آسف بكلمة شكرا لما تقدر، بدل آسف إني اتأخرت قول شكرا إنك استنتني. الحاجة الثالثة، بطل تشرح نفسك وتبرر كل قرار. لما تقول لأ مش لازم تكتب لها مقال تشرح فيه ليه، ولما تاخد قرار مش لازم تقنع كل الناس إنه صح. اللي بيبرر كل حاجة بيبان كأنه بيطلب إذن، والناس من غير ما تحس بتبدأ تتعامل معاك على إنك محتاج موافقتهم. لكن اللي بيقول قراره بهدوء وثقة من غير تبريرات طويلة بيوصل رسالة إن ده قراره وخلاص. لأ جملة كاملة مش محتاجة مبررات. جرب المرة الجاية ترفض حاجة باحترام من غير ما تدخل في شرح طويل، وشوف إزاي نظرة الناس ليك هتتغير. الحاجة الرابعة وهي من أقوى الحاجات، بطل تكون متاح للكل في أي وقت. لما تبقى موجود دايما، بترد على طول، بتلبي أي طلب في أي وقت، الناس بتبدأ تاخدك كأمر مسلم بيه، ما بقاش لوقتك قيمة لأنك بتديه ببلاش وفي أي وقت. ده مش معناه تختفي أو تتكبر، معناه إن وقتك ملكك وإنك مش ملزم ترد على الثانية ولا تسيب كل حاجة عشان طلب مش طارئ. لما تحط حدود لوقتك الناس بتبدأ تقدره، والأبحاث بتأكد ده. الحدود الصحية بتزود احترامهم ليك. اللي بيزعل من حدودك هو اللي كان بيستفيد من إنك مالكش حدود. الحاجة الخامسة وهي اللي بتجمع كله، بطل تدور على تقدير الناس من بره. أكبر فخ إنك تربط قيمتك بكلمة حلوة من حد أو إعجاب أو موافقة، لأنك ساعتها بتسلم مفتاح سعادتك لناس ممكن يديهولك النهاردة ويمنعوه بكرة. التقدير الحقيقي بيبدأ من جوه. لما تبقى أنت مقدر نفسك وعارف قيمتك وعارف أنت واقف فين، التقدير من بره بإضافة حلوة مش حاجة بتشحت عليها. والمفارقة الجميلة إن أول ما تبطل تلهث ورا تقدير الناس وتركز على احترامك لنفسك، الناس بتبدأ تقدرك أكتر، لأن الثقة الهادية بتجذب الاحترام والاحتياج بيطرده. طيب ازاي تبدأ تطبق ده عمليا؟ المرة الجاية اللي حد يطلب منك حاجة مش عايزها قول لأ بهدوء من غير اعتذار طويل. أول مرة هتبقى صعبة وهتحس بعدم راحة، ده طبيعي، بس كل مرة هتبقى أسهل. راقب نفسك قبل ما تعتذر، اسأل نفسك أنا فعلا غلطت؟ لو لأ بلاش اعتذار. قبل ما تبرر اسأل نفسك أنا محتاج موافقتهم فعلا؟ لو لأ اكتفي بقرارك. وأهم حاجة اشتغل على قيمتك الحقيقية. لما تكون بتتعلم وبتطور نفسك ثقتك بنفسك بتكبر من جوه، وساعتها ما بتبقاش محتاج تقدير حد لأنك بقيت مصدر التقدير لنفسك. خليني أختم لك بنقطة مهمة، الاحترام مش بتطلبه، بتستحقه. لما تبطل ترضي الكل وتبطل تعتذر على وجودك وتبطل تبرر قراراتك وتحط حدود لوقتك وتبطل تشحت على التقدير، انت مش بتبعد الناس، انت بتفلتر. اللي يستهلك هيقرب لك اكتر ويحترمك، واللي كان بياخدك كأمر مسلم بيه هيبعد، وده مكسب مش خسارة. قيمتك مش في انك تكون مريح لكل الناس، قيمتك في انك تكون صادق مع نفسك. فابدأ النهاردة بحاجة واحدة بس من ال5، واختار الأصعب عليك لأنها غالبا هي اللي محتاجها أكتر. لو الكلام ده لمسك اعمل لايك واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في الكومنتات أنهي حاجة من ال5 هتبطل تعملها من النهاردة. احترم نفسك والباقي هيجي لوحده. نشوفك في الفيديو الجاي.